ليه بقى احنا بنتعرف على نمط الشخصية؟ نمط الشخصية ده بيعرفنا نفسنا بشكل أحسن وأفضل من الأول، يعني بيعرفنا احنا عبارة عن ايه، علشان كمان نعرف مواقع الإبداع والإنجاز عندنا، وعلشان نعرف مواطن القوة والضعف كمان عندنا. الضعف نقويه والقوة نقويها زيادة. وأكيد علشان نتقبل الآخرين، نتقبل اختلافهم، نتقبل ان هم مختلفين عننا، وكمان علشان خاطر نحسن التواصل ما بيننا وما بين الناس اللي حوالينا كلنا، يبقى التواصل ما بيننا وما بين الآخرين أحسن وأفضل. وأكيد علشان نعرف هدفنا ايه اللي ممكن نحققه، ونختار اللي يتناسب مع نمط شخصيتنا علشان خاطر نحققه بشكل أفضل وأحسن، ونحقق فيه إنجاز وإبداع أكبر. ومعرفة نمط شخصيتنا كمان بيساعدنا ان احنا نعرف اللي ممكن نشتغله وممكن نقف على رجلنا بيه، على حسب الفطرة بيعرفنا ان احنا ايه اللي ممكن نعرف نمارسه كهواية أو نمارسه كشغل، يوقفنا على رجلنا على حسب فطرتنا اللي ربنا خلقنا عليها سبحان الله. معرفتنا نمط شخصيتنا ايه بيساعدنا على اننا نتفوق فيه ونكبر في المجال ده، على حسب انه ربنا خلقنا بالفطرة كده سبحانك يا رب. طبعا ان احنا نفهم ونطور ذاتنا ومهاراتنا وقدراتنا بما يتناسب مع نمط شخصيتنا، ده نجاح في حد ذاته وتفوق كبير جدا جدا جدا. معرفة نمط شخصيتنا بيساعدنا على زيادة سرعة التعليم، ونتفق معاه سبحانك يا ربي على نمط شخصيتنا اللي احنا عليها. وبكده عرفنا احنا ليه بنتعلم وبنعرف انماط الشخصية وانواعها ايه، وازاي انها بتأثر تأثير كبير جدا 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 على ان احنا نعرف نفسنا ونفهم الاخرين ونعرفهم، وازاي بتتحكم في كل حاجة انت في اختياراتك، في اختياراتك، في تعليمك، في المهنة اللي ممكن تمارسيها في حياتك، في كل حاجة. مفاجأة كمان ان احنا ممكن نعدل في نمط شخصيتنا بحيث ان احنا ناخد من كل نمط شخصية الحاجة اللي احنا بنحبها وتساعدنا في ان احنا نتعامل مع الاخرين بشكل فيه مرونة كبيرة، تساعدنا على اساس انه حياتنا تكون للافضل وللاحسن. كان معاكم دكتور مروة مصطفى نبيه، استشاري أسري زواجي، مدرب دولي معتمد. للاستشارات الخاصة هسيب لكم اللينك الانستجرام في وصف الفيديو.